الاهلي على الوداد امبارح، وايه السبب في خساره الزمالك امام سان داونز؟ طبعا دي روح النادي الاهلي، طبعا متعودين عليها، تظهر في الاوقات الصعبه. دايما الجرينت زي ما بيقولوا كده جماهير النادي الاهلي، هي دي اقل حاجه بنقدمها للجميع، ودايما لعيبه النادي الاهلي تبقى عند حسن ظننا طبعا في كل وقت في الاوقات الصعبه. تعليق على فوز الاهلي امبارح اسعد كل المصريين، والاهلي كده افاق كما ما بيقول الاهلي يمرض لا يموت، الاهلي ما ماتش ولا هيموت، الاهلي كان مريض وشوفي الاهلي كده انتفض، والاهلي كده ان شاء الله هيصعد وهينافس على الصداره وهينافس على البطوله. الاهلي امبارح سبب في المكسب ان هو قدر يجمع، مارتن يول ادى كره جماعيه اكتر، واللعيبه كان في روح، هو ده اللي ادى ان هم يكسبوا. كالعاده الروح الفانيله الحمراء حكمت المباراه. خدنا يعني كان كل الناس متوقعه ان احنا هناخد الثلاثه بونت، لان يعني خلاص اكتر من كده مش هينفع. الاهلي استعد الماتش بشكل كويس من قبل، واللعيبه يعني كان عندها اصرار على المكسب. الزمالك شايف يعني ان هم ما ادوش الاداء المطلوب بالظبط، وبعدين يعني اللعيبه المصابين اثروا على الاداء. سبب خساره الزمالك مرتضى منصور، انا ما بخافش مرتضى منصور. خساره الزمالك ان هو ما في كذا لعيب موقوف عنده، خلاه ان هو ما فيش اي حته هجوميه وبيلعب على الدفاع، فضل يدافع ويقفل لغايه ما دخل فيه جون وخسر. بس فده سبب من الاسباب يعني الخساره اللي بالنسبه للزمالك لا، هو يعني الاصابات مؤثره فيه، واللعيبه الحاله الفنيه كالعاده مستشار مرتضى منصور معقد الدنيا على اللعيبه، فلا كان لازم يحصل كده. وامبارح ظهر يعني النتائج، محمد حلمي بيمشي، مدرب الناشئين بيمشي، فلا في حاجه يعني نادي الزمالك ربنا معاه يعني. اما عن الزمالك فالزمالك فيه مشاكل كتير بتحصل اليومين دول، مشاكل بتحصل بين اللعيبه وكده والاداره وكده، هو ده سبب الهزيمه.